كان الدافع انه انا بحثت في قضيه معاويه كسني من اهل السنه والجماعه بطريقه حياديه بمعزل عن هاله التقديس، واستعملت اليات التحسين والتقبيح العقلي اللي موجوده ضمن جيناتي كاليه بيولوجيه الان. نعم. وفرشت امامي سنادات من احاديث فوجدت كوارث واتخذنا قرار، حللنا وناقشنا واتخذت قرار. لكن ما الدافع اللي خلاني من البداية يلفت نظري؟ ما هو الذي لفت نظر ديار في هذه الملفات؟ ليش انت اصلا بحثت؟ شو اللي صار؟ شو التأثير اللي عليك؟ ببساطة شديدة وانا عم بدارس البخاري في مذهبي، وما كانت النية اطلاقا مش ببالي يعني الموضوع انه اطلع انا على موضوع اهل البيت. سبحان الله، ما كان مقصود في الاجندة. هذا الخط مش مرسوم أصلا. أنا كل اللي همي نحن أمة منحطة حضاريا لا تشعر لا تألم لحجم انحطاطها الحضاري، وهنالك أسباب كثيرة تكالبت واتفقت على واقعي فأسرتني وخطفتني من واقعي وجعلتني محبوسا ضمن إثار الموروث في الماضي. نحن شباب لا ننتج لا نفكر لا نكتشف بسبب بعض تلك الأحاديث. والسلام ختام. نطلب من حضراتكم أعزائي المشايخ غربلة الموروث، توقيع نقطة ختم صدر البرقية. هذه هي. بعدين أثناء المدرسة وجدت أن حديث يقول أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لحظة، الجملة استوقفتني. علم وأنا رجل علم في نهاية المطاف. ملعبي هون. طب وين هذا العلم؟ علي بابها. أنا عم بدرس الأحاديث بالا واقفا مش عارف شو بول البعير، أمور يعني سخيفة جدا حيل. هذا مو هذا المستوى، سطحية وأحيانا قذرة بكل ما تعنيه الكلمة. راح على الحمام ورجع فأكل ولم يمس سماء، حرفيا كاتب لي الجملة هيك. مين على أساس الرسول؟ والعياذ بالله، نحن ننزه رسول الله. المهم هسه، طيب هذا إذا بدي أدخل لهذا العلم وأستنشق علم حقيقي لازم أدخلها من طريق الإمام علي، هكذا يقول النص. طيب كم حديث ذكر للإمام علي؟ 20 حديث في الصحيحين. بس 20 حديث. لحظة، ليش؟ مو هذا باب العلم؟ شو في؟ لحظة، في خطأ. كم حديث أنا عندي بالبخاري؟ عندي 2600 حديث غير المكرر. هذول الصافيات الأساسات هم 7000 يمكن وشوي، بتشيل المكرر بضل عندك 2600. طب إذا بدي أقحم الدالة الرياضية وأعمل حسبتي بطلع عندي حجم الأحاديث من باب اللي هو باب العلم اللي جاييني من باب العلم أقل من 1% بالبخاري عندي للإمام علي. فهذا لفت نظري. لحظة، في خطأ هنا، هذا ما بقدر أعبره هذا الخطأ. استنى شوي. طيب كم حديث كله كسنة أنا عندي تقريبا 50 حديث بالمجمل. مين اللي بحكي؟ ابن حزم. 50 حديث جايتني عن طريق أهل البيت والإمام علي في كل السنة. هذا الجبل الهرم العملاق من الكتب. أوكي، هذا الذي يصنف أنه هذا لا يهزه الريح، هذا جاييني من أهل البيت من عنده كله ككل 50 حديث بس. طب هذا أي عاقل سني أو شيعي راح يلفت نظره. لحظة، ليش؟ ولا في حقيقة تم طمسها، تم اغتيال حقبة زمنية، تم خطف الإسلام من تحت وما حدا حس. طب أنا ما بقدر أنتج قرار بناء على هالرقمين هذا اللي أنطيتني يا ديار. لا طبعا ما بنقدر ننتج قرار، لكن في مؤشر هيو قدامي بقول ربما في شك، محاولة لطمس هوية أو الاعتداء على أهل بيت هذا الرجل يلي هو حامل الرسالة الخاتمة. في 50 حديث بالسنة ككل؟ لا حبيبي، استنى عليه. طيب أنا قلت يجوز أنطي عطوة، بديش أصدر حكم. طب يجوز هذه 50 حديث بنستنشق من عندها العلم كخلاصة. ربما هذول الناس رجال أفعال وليس أقوال، بحبوش يرغوا كثير، هذول فعلهم بسبق. خلينا أنطي مجال، بلاش ما أظلم، بديش أبلطج فكريا بهالطريقة المراهقة. طيب فقلت خل أفتح وأدور على أحاديث اللي إجتني من أهل البيت. لقيت في رقم حديث 6922 نجد إشارة خفية مبطنة خلف السطور بأن عليا كان مجرما وجاهلا ومشركا.
3 وأنا زعيم بهذا الادعاء، وراح أعرض عليك الحديث وأنت راح تطلع بنفس النتيجة. أنت كسني وأنا كسني، اثنين راح نطلع بهذه النتيجة، والنتيجة قهرية على فكرة، قهرتني جدا، يعني غصبا عني أنا طلعت بهاي النتيجة بناء على السطور. تفضل. بقول لك أن الإمام علي حرق أناسا، حرق أشخاص، مجرم إرهابي. أنت شو يعني تمسك واحد تخيل تدير عليه بنزين وتولعه، شو سوى لك هذا؟ لك والله حتى لو قتل حدا من عندك يمكن أنت ما تنجرى، إلا إذا أنت سادي معتوه. أنت تعاني من مرض نفسي، اللي بيسوي هيك هذا حقيقة، هذا يصنف علميا معتوه إرهابي، أقصى درجات السايكو بسموها. هذه مين اللي بقول لي؟ بقول لي البخاري. طب كمل الحديث، لحظة نكمل. وعندما وصل الخبر إلى ابن عباس فقال لو كنت مكانه لما حرقتهم. ليش يا ابن عباس؟ لأنني سمعت النبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. الآن الإمام علي جاهل، مش عارف كان إنه الرسول قال هيك، إنك حبيبي ما بتقدر تعذب بالنار برب إلا ما بيعذب بالنار إلا رب النار. طيب هو علي بابها، باب مدينة العلم، طلع ما بيعرف أبسط الأمور بالتوحيد؟ أنت شو بتحاول تقول لي؟ لحظة. وبعدين إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، هل تحاول أن تقول لي أن عليا أشرك بنفسه فجلس على العرش فاتخذ قرارات إلهية واستعمل الصلاحيات الإلهية ونفس آليات العذاب فقرر ثم أصدر حكم ثم حرق بعذاب يشبه عذاب الإله؟ يا حبيبي هذا فيه دس، وأي عاقل هيك عنده ذرة عقل هالقدوته بفكر امبارح راح يفهم إنه في دس. في أنت تحت ستار القدسية يعني بتعجب بالشخصية قاعد. وفي رواية أخرى رقم الرواية 2771 في صحيح مسلم، أنا اخترت لك رواية من صحيح البخاري ورواية ثانية من صحيح مسلم. عندما اتهم رجل بماريا القبطية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى هذا الرجل ليقطع رأسه. طلعت إشاعة برا إنه مرتك بتخونك. علي تعال أنت ولد عمي، بسرعة بتحمل سيفك وبتروح بتقص راسه. طب وين الأربع الشهود؟ وبعدين أنت ليش أنت بتستخدم لشخصية الإمام علي إنه قاتل متسلسل وظيفته في حلبة الاغتيالات، مجرم بدون تفكير؟ اسحب كر، هو هذا السيف. أنت هكذا توصل لي المعلومة. أنت بتعرف بهاي الأحاديث غير 4 شهود ومحكمة وجنائيات وتقيم الحجة. شو هذا القرآن بيحكي لي هذا الكلام، مو أنا، ودفاع ودنيا ومحاكمة. لا بسرعة يا مرتي بتخوني، علي روح قص لي راسه. أنت فهمت؟ بالضبط حرفيا هيك بصور لي، وبدون تفاهم راح له الإمام علي وبالأخير طلع مخنث، ورجع له الإمام علي بقول له ترى مخنث أو مخصي في أفضل الأحوال. مخصي ببيت الرسول شو بيسوي؟ لكم ضربة ضربتني أنت بالحديث. أولا رجل ببيتك وأنت ما بتعرف إنه هو ببيتك، سمعت من الناس. 2 طلع مخصي وما بيعرف الرسول إنه رجل ببيته، وما بيعرف أصلا إنه هذا الرجل عم بيتهموه بعرضه والناس عم تحكي، وما بيعرف أصلا إنه طلع مخصي. يا حلاوة، وبتقول لي بنزل عليه وحي. أنو وحي هذا اللي بتحكي لي عليه؟ الله لا يوافقك، راح تكفرنا أنت بالحديث، الله لا يعطيك. وبعدين أنت مصمم على تصور لي صورة الإمام علي على أنه بلطجي. هو فارس شجاع لكن بالدفاع بعجبك، بس مو هيك، مو هالطريقة هاي اللي قدمت لي إياها، بحرق في شيء، في خلل. نعم هنالك خلل. أنا كشاب إلي علاقة محترمة بين الكتاب والقراءة معاهن، عايش جوا وعندي لغة متحضرة. وجدت انه في خلف هذه السطور واتخذت قراري. دير بالك انا ما بسأل حدا، انا بتخذ قرار، انا مبلطج. بدك تتهمني بالجهل، اتهمني باللي بدك اياه. انا الاحداثيات والوقائع اللي امامي بكل صراحة تخولني انه انا انتج قرار. هذا الشاكوش تبعي محكمة وختمت وضربت بالشاكوش غصب عنك، وما بعنيني اعتقادك. أنا وجدت إنه في عداء من بني أمية بكل صراحة ووقاحة لأهل البيت، والتاريخ هو اللي بقول، ومن كتبي مش من كتب الشيعة. هند أكلت كبد حمزة،
أبو سفيان مشكوك بإسلامه، وإحنا ذكرنا بأول الفيديو أنه في اعترافات وإدانات أنه قالها صراحة: أنني لا أشهد أنك رسول الله، فإن هذه بالنفس منها حاجة، أنا مش شايفك نبي، أما لا إله إلا الله بعطيك إياها. ولولا ضغط عليه العباس لما كان أشهد الشهادتين. وعمر عقب على الواقعة وهو كان واقف وقال له: والله إنك ما أسلمت. أبو بكر اللي سكته وقال له: عشان ما إلنا غير ظاهر الأمور ومشيها خلص عشان مصلحة الأمة وفتح مكة. ما أسلم أبو سفيان. ابن معاوية اختلق مشكلة للضالين وتحجج وانقتل بسبب هاي المشكلة 70,000 شخص. دماء سالت. انت بتعرف الرقم هذا قديش؟ 70,000. يعني تطلع بحارتك والحارة اللي جنبك والبيوت اللي جنبك، انطي إحصائية قديش وين 70,000 بقعدوا هذول. شوف وارسم دائرة على الخريطة، شوف قد لكثر لك هذول. انت بتعرف يعني حجم الدم اللي سال؟ وزن كل واحد قديش بيه دم واطلع لي بنتيجة. روح دالتك الرياضية اشتغل بيها، روح الكمية الدماء وزنها، بدي اياها بالميزان، وشوف الأطمان اللي راح تطلع. وبالأخير بتقول لي: والله عشان قتلت عثمان. طيب انت صارت الخلافة لك بالاخير، جبت قتلت عثمان حاكمتهم؟ لا. انت على مين بتضحك؟ انت لهالدرجة شايفنا هبايل عزيزي معاوية؟ ثم انه الرسول حكى عليك صعلوك. انت متصعلك ترب، اهانك الرسول مش انا. انت بدك يعني اترضى على واحد اهانه الرسول؟ ثم انه مستهتر بالرساله الخاتمه، قاعد بوكل. الرسول بعت عليه، والرسول دير بالك لما يبعت عليه على حدا صلى الله عليه وسلم مش عشان يقعد معاه يقعد يشرب قهوه. انت فاهم غلط، هاي رساله خاتمه، ووقت قاعد بمشي، وكل تحرك وكل تصرف في قرارات مصيريه. فلما يقول له معاويه تعال بسرعه ويبعت عليه ابن عباس ويرجع له وبقول له قل له بوكل مرتين ثلاث، فاعرف انك انت مستهتر. وصدقني انت عزيزي المدافع عن معاويه اللي بدك تطلع تدافع، اذا بقول لك اذا انت قاعد ابنك بموت، امك بتموت، وارسل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تعال لي، راح تترك كل شيء بايدك وراح تروح. انا ما بشك بولائك. فهمت؟ طيب هذا كان متجوز مسيحيه معاويه، خلف يزيد. يزيد شو سوى؟ عجب، فعل الأفاعيل. ابن النصرانية اللي راضع من صدر نصرانية ما كان إطلاقا والله العظيم منصف مع ولد فاطمة، لا، ولد أشرف الخلق والمرسلين. لك هذا شهيد بمشي، سيدا شباب أهل الجنة اثنينهم، الحسن والحسين. انت شفت لك شهيد بيمشي على الأرض؟ حرفيا الفكرة تجسدت أمامي بكل ما تعنيه الكلمة. لكن الحسن يلفظ كبده، تم سمه. انت تخيلت التنكيل بالجثة؟ تنكيل بجثة رجل حي ينكل به وهو على قيد الحياة. انت فهمت حجم الكارثة، حجم الفظاع؟ يلفظ كبده. انت بتفهم حجم القح اللي بقحه والدماء؟ انت هسه اذا صابتك قحه بتقح قحه بتركض على الدواء بسرعه في فصل الشتاء في الزكام. انت بتعرف من جراء السم بيولوجيا كميه العذاب، النهايات العصبيه اللي موجوده فيه قديش بتتالم وبتضغط على الدماغ. انت بتعرف هذا شو بيسوي لما يقح ويلفظ كبده؟ يكاد يموت في كل لحظه الا انه لا يموت. هذا حرفيا الوصف البيولوجي لهي الظاهرة. أنت نكلت بجثة الحسن وهو على قيد الحياة. نكلتي أنت بجثة مين؟ حمزة. وأنت نكلت بجثة مين؟ الحسين برأسه، وضربت بقضيب على ثنيته. لك لا حبيبي، وكدت أن تسبي وفقا لكتبي هذا الكلام، مش كتب الشيعة، لا أنا عندي كدت أن تسبي بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا اعتبرتها سبي، لكني ما اعتبرتها سبي كامل. ليش؟ لأنه عرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتصب، فمش قادر أكملها. فأنا بقول لك سبي ونص سبي. ليش؟ خليني أقول لك ليش، بس احتراما لشرف رسول الله أنا مش قادر أكملها. بس أنت لما تقتل واحد وتجر نسوانه وتأخذ الراس معك، هاي اسمها سبي. هاي قد ما انت تبررها ما بحاول، بس انا بدي اتوقف واقول لا، يزيد اصغر، هو جابهم عشان ينكل. هذا شو هذا؟ جسم العفن يمس اشرافنا. لك شرف رسول الله، انت عفن يا ابن العفنة، انت اصغر بكثير مما ان اقول انك انت سبيتها.
انت بتعرف شو سويت بحالك؟ انت قلت حرفيا سبوني ابد الدهر، ولعنة الله على يزيد، ولعنة الله على كل واحد لا يلعن يزيد. ولعنة الله على كل واحد لا ينكل باليزيد كما نكل بجثة الإمام الحسين. لعائن الله عليك إلى يوم القيامة، والله لا يوفقك لا أنت ولا بذريتك، وإن شاء الله نشوف بيك يوم ونتشمت، والله لا يعطيك لا صحة ولا عافية، لا أنت ولا شيخي يلي أحرجتني مع نفسي ومع الواقع ومع الرسول نفسه صاحب الكوثر، فغيبتني بتلك الترهات وقلت لي أن العراقيين هم الذين اغتالوا رسول الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي سادتي العظام المباركين، نحن نشكر حضوركم الطيب، نشكر كل الدعم اللي قدمتوا لي اياه، شكرا جزيلا، انا ممتن، بس ضيق الوقت انتوا عارفين يعني كمان عندي مسؤوليات وانا عم بتهرب من قدام ما بضبط هاي الدمعة تنزل، يعني احنا عودناكم على شخصية هي شوية صغيرة، يعني تكون فكاهية، احنا نسخف الموروث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.